شاط ليا بزاف ديال الخبز وما يمكنش نرميه، وأنا غادي نصاوب به هاد التحفة الفنية هادي في هاد البرد، نسخّن بها عظيماتي، كتجي فيها واحد البنة يا حنا سلام. كنقولوا ليها التردة، نتوما اختي قولوا لي كل وحدة اش من منطقة وأشنو كتسميوها في منطقتكم. خديتها غتجي هنا واحد البصيلة كبيرة، غادي نقطعها مربعات نديرها في الكوكوط. كنطيب أنا هاد التردة بالطريقة ديال الرفيسة، كيجي فيها المذاق ديال الرفيسة، غير هي في بلاصة المسمن تيكون الخبز، وكل واحد وطريقته في الطياب ديال التردة. كاين اللي كيدير فيها الخضرة، كاين اللي كيدير فيها مطيشة، كل وحده وكيفاش كتفنن فيها، وراه في جميع الأحوال كتجي بنينة. خديت هنا اختي طريفات ديال الدجاج، درت فص ديال الثوم كاملة، ودرت هنايا كنورة ديال الزعفران، شوية ديال الزيت. العطرية اختي ما ضحكوش عليا في الميكات، باقا اختي ما بغيتش نردهم في القراعي حتى نغسل القراعي ونشفهم عاد ندير فيهم اختي العطرية. انت اختي ركزي لي على الكوكوط، وشنو درت في الكوكوط؟ درت اختي هنا معلقة ديال السكينجبير، معلقة ديال الخرقوم عرق، وشوية ديال البزار ومليحة. هنا اختي راني كنطيب ولا لا جوليا حاميها بالبكا، مشيت هزيتها اختي غادي نسكتها بعدا ورضعتها، عاد حطيتها هنايا ورجعت كنكمل معاكم. زدت عليها هنايا شويه ديال العدس وشويه ديال الفول ومعلقه ديال المساخن، ومرقت بالماء سخون وخليت، سديت على الكوكوط وخليتها حتى صفرات تقريبا واحد نص ساعه بين ما طاب لي داك العدس وداك الفول. عاد حليت على الكوكوط، وهنا كنت قطعت هنايا الخبز رقيق كيف ما كتشوفوا، وبقيت هنا كنخوي شويه بشويه في الخبز، وكنطلع بالعاشقه العود من التحت من التا للفوق، والبوطه شاعله تحت الكوكوط باش ما يتفرتش لي هذاك الدجاج اللي انا دايره. ما كنحركش، غير بحال نطلع المرقه من التحت وننزل الخبز لتحت، وكنخليها تغلي مزيان حتى كتبان لي داك الخبز شراب هذاك المرقه كامله. وكنحطها بهذه الطريقه هذه، كنزيد عليها زويته بلديه من الفوق، اللي عندكم السمن حتى هو زيدوا عليها شويه السمن، وما نعاودش لكم على المذاق اللي فيها. يا سلام.